اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ منورين دايما قناة يومك اجمل مع ام فارس. طبعا هعمل معاكم كده تورته فانيليا وشوكولاته. طبعا عملت معاكم الخطوات دي كتير، بس بحب دايما اعمل معاكم التورته من اولها لاخرها. في كل بوله من المحطوطه معاكم ده ربع كيلو دقيق سبونج شوكولاته وربع فانيليا. حطيت على الربع كيلو دقيق 3 بيضات، معلقه من بتاعه الشاي محسن جل، وربع كوبايه ميه، واربع نقط من الفانيليا السايله. خلاص كده تمام. خفقتهم بقى كويس كده، وجبت الصاج بتاعي 28 في 38 ونزلت بيهم، وشغلت بقى الفرن بتاعي قبل ما ادخل الصاج على حرارة عالية، وبعد كده هديت الحرارة عليه خالص، وطلع كده معايا بسم الله ما شاء الله. حطيت على وشه كده ورق زبدة او ورق الموجود عندك يعني، وقلبتهم. وكنت عايزة اعمل بقى كده العميلة اللي كانت طالبة مني التورتة كانت عايزاها مستطيلة، فشفت كده المقاس اللي انا عايزاه، قست كده المقاس بالورقه. طبعا انا بعمله عشوائي كده من غير مسطره ولا مقاس ولا اي حاجه، عندي الورقه دي بقيس بيها جميع المقاسات. عملت كده بقى ايه التورتايه، عملت المقاس بتاعها، وبعد كده طويت الورقه بتاعتها نصين علشان القطعه التالتة دي اعمل بهم طبقه من التورته تاني، عشان يطلع كده معايا 3 طبقات كويسين. عملت بقى هنا قطعتين، واحده سبونج فانيليا والتانية شوكولاته، والقطعة التالتة عملتها نص شوكولاتة ونص فانيليا. بدل ما اعمل طبقة تاني اعمل صاج تاني، لا انا استعملت الربع اللي فايت ده، عملت منه كمان طبقة، طبقة من لا ما شاء الله كده طالع السبونج معايا كده 3 قطع ما شاء الله 3 طبقات. سبته بقى كده، احنا كنا بالليل متأخر، سبته بقى للصبح بقى. خلاص جبت بقى كده وقت الصبح بقى عملت التزيين. جبت كده اول قطعة من الشوكولاتة وسقيتها سيرم، وكنت عاملة برضو الكريمة بتاعتي بالشوكولاتة. عملت اول طبقة كده، وبعد كده حطيت القطعة اللي بعديها، اللي هي الربع الشوكولاتة وربع الفانيليا التاني، علشان الوسط كده يبقى هو اللي فيه النصين التانيين. لو اتكسرت منك ولا اي حاجة عادي بتعالجيها بالكريمة. سقيتها كده بالسيرم. شايفين ما شاء الله 3 طبقات تحفة. كنت عاملاها مستطيلة، العميلة اللي كانت طالبة يعني كانت عايزاها مربعة، واحنا طبعا بنبقى قاعدين حسب الطلب يعني، مش بنعمل بمزاجنا، بس التزيين والحاجات ده بيبقى ايه حرية شخصية مننا احنا، بس بتبقى العميلة اللي طالبة بتبقى عايزة التورتيه بتاعتها بمواصفات معينة. لو وصلت هنا بقى لحد هنا من الفيديو، ما تنسيش اللايك والشير للفيديو وفعلوا الجرس علشان اي فيديو جديد انزله ينزلوك على طول. وابعتولي في التعليقات وقولوا ايه رأيكم في الجاتوهات والتورت اللي انا بقدمها باشكال مختلفه. وبجد بشكر جدا اي حد بيبعت لي في التعليقات وبجد بيقول لي يعني كملي وتسلم ايدك. بجد انا متشكره جدا جدا لاي حد بيساعدني وبيخليني كده بجد عايزه اعمل واتشجع كمان وكمان. كده خلاص عملت اخر قطعه بقى كده الفانيليا وجلستها بقى خالص. نزلت بالكريمه بتاعتي كده، وجبت بقى الاسكالافر كده وبظبط التورتايه كده بتاعتي. طبعا ما شاء الله طالعه معايا ما شاء الله، كانت تحفه بجد بجد. كملي بقى معايا الفيديو للاخر وانا اوريكي بقى ايه التزيين بتاعها للاخر. انا طبعا بشوف اي حته كده فيها فراغات بزود فيها الكريمه، كاني بالظبط بدهن شقه بالظبط كده بالسكرافره كده، وبحاول بقى ان انا ايه اديلها الوش الاخراني علشان ادخلها بقى التلاجة، وبعد كده اخرجها من الفريزر وارسم الرسمه الاخرانيه بتاعتها بقى بالسكلافر المشنشر اللي انتوا شايفينه ده. بحبه جدا الرسمه الاخرانيه دي معايا. بديله بقى حاجه بسيطه كده في الاخر. كده خلاص انا دخلتها الفريزر. هاجي بقى، كان عندي اشكال بقى كده من ورق ترنسفيل كتير، بس انا حبيت الشكل ده، لقيته وحسيته كده ان هو لايق على التورتيه اللي انا هعملها. طبعا وانا بعمل التورته ما بقاش يعني في بالي التورتيه هرسمها ازاي، يعني في تورتيه كده بتجيلي يعني سريح كده، فمبقاش مفكره لها قبلها ان انا هعملها ازاي.
فبجد التورتيه دي كانت بجد ما كنتش مفكره لها خالص، لانها جات في وقت متاخر، يعني اتصلت بيا بالليل متاخر وقالت لي انا عايزه تورتايه. فما كنتش في اعتقادي خالص ان انا اعمل تورتايه الرسمه بتاعتها ازاي. جبت ورق الترنسفيل ده وسيحت الشوكولاته بتاعتي على بخار ميه، وضفت لها كده معلقتين نقطتين اتنين من الزيت، وخلاص دخلتها التلاجة. وخرجت التورته بتاعتي من التلاجة وعملت لها الجناش شوكولاته، لفيتها كده بالسور الجناش شوكولاته. وحطيت بقى كده على الطبقه الاخيره اللي فوق. كنت رايحه اقسمها كده، اعمل نص شوكولاته ونص كريمه، بس حسيت ان الجناش هيبقى احسن عليها من فوق. وزعت بقى كده الجناش بتاعي، بس يعني ببقى حاسه ان الجناش عايز يتعمل بسرعه بسرعه، علشان ما يدينيش اللون البني اللي انتوا شايفينه ده، والكريمه تتحرك معايا مع الجناش. بس الحمد لله ربنا ستر يعني واتعملت معايا كويس. جبت بقى الشوكولاته اللي انتوا شايفينها دي، خلاص طلعتها كده، كانت طالعه معايا برضو ما شاء الله. ولفيت بقى التورتيه بتاعتي كده، عملت سور ما شاء الله عليه، كانت طالعه تحفه تحفه بجد. حسيتها برضو في الاخر كده ان السور برضو مش مظبوط. فحاولت بقى ان انا اشيله تاني برضو كده تاني علشان اظبطه، لان الرسمة حسيت ان هي ما كانتش ايه، فيها حاجة ناقصة تاني. بعد كده ما خلصتها وبصيت عليها، حسيت ان الزويان بتاع التورته، حسيت ان هي لازم تتلزق في بعضها، كل ضلعين كده من الشوكولاته يكونوا ملتصقين في بعض. ظبطتها كده ووصلتها للشكل النهائي اللي انتوا شايفينه ده، وكان شكلها كيوت جدا وكانت ما شاء الله عليها. كده خلاص، كده ظبطتها زي ما انا عايزه بالظبط. طبعا اخر بقى حاجه فيها، قلت يا ترى هعمل فيها ايه. بجد الجناش ما كانش عاجبني من فوق، بس انا قلت ايه، انا هعمل بقى الطبقه الاخرانيه فوق هرسمها، فمش هتبقى باينه قوي. انما لو هتقدميها جناش من فوق شوكولاته، يبقى لازم تظبطي الجناش بتاعك ويبقى تقدميه سخن علشان تعرفي يظهر بشكل كويس معاكي في الشكل الاخراني. جبت بقى كده، قلت فوق محتاجة حاجة بيضة، فعملت كده روزدات كبيرة من الكريمة. عملت في كل جنب كده 4 روزدات كريمة كبيرة، اهو زي ما انتوا شايفين. حسيت برضو ان هي محتاجة كلها تبقى كريمة من فوق، روزدات كريمة كده كبيرة من فوق. عايزة بقى اللايك والشير للفيديو يا بنات بسرعة، عشان الفيديو يكبر لأكبر عدد معايا، وتقولوا لي ايه رأيكم في تورتة النهاردة. عايزة رأيكم، لان رأيكم يهمني جدا جدا. وده كان الشكل النهائي بتاع التورته بتاعتي. فما حبيتش تاني ان انا اعمل فيها كريسبات ولا اي حاجه خالص. قلت لا، مش هعمل اي شوكليت عليها ولا اي حاجه. فجبت كده الكريز الاحمر وعملته كده زي ما انتوا شايفينه بالظبط كده. بسم الله ما شاء الله، كانت طالعه معايا تحفه تحفه. العميله بجد قالت لي تسلم ايدك يا ام فارس على الذوق الراقي جدا. كانت حاجه كده كيوت ورقيقه كده وما شاء الله عليها. وكده خلاص يا بنات، دي كان اوردر النهارده، والتورتيه اللي طلعت معايا بالشكل ده. طبعا انا خرجتها ب120 جنيه. فطبعا انا عارفه ان هي اغلى من كده، بس انا بطلع الحاجه زي ما قلت لكم، مش بستنى مقابل فلوس. انا بحب شغلي جدا، وبحب ان الشغل يعجب الناس، فاعجاب الناس بحاجتي بشغلي بيكون اهم عندي بكتير جدا من الفلوس. فطبعا زي ما انتم عارفين الادوات والحاجات غلت جدا. فانا والله العظيم مش بدور على الفلوس الوقت خالص. انا اهم حاجه عندي يكون العميله عجبها الشغل بتاعي، ويكون مبسوطة من التورتة اللي هي خدتها مني. فده اهم واحسن شيء عندي في الدنيا كلها، مش بالفلوس. ودي كان خلاص اخر الفيديو يا بنات، ويا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، واستنوني في فيديو جديد من قناتي يومك اجمل مع ام فارس. وما تنسيش اللايك والشير للفيديو، وتضغطوا على زر الجرس علشان اي فيديو جديد انزله ينزلكوا على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.